مرحبا، اهلا بكم بقناتي قناة يوميات حدث مينا، وياكم نور. واليوم جيتكم فيديو جديد راح اجاوب بيه على اسئلتكم. سؤال: ايش قد كان وزنك قبل العملية؟ هذا السؤال اذا ما انسأله باليوم 4-5 مرات احس اكو فد شي غلط. قبل العملية كان وزني 107 كيلو، وحاليا 76 ودا ينزل. لايك نتمشى حتى هم رياضة وهم يوتيوب. يلا. طبعا تمطر الدنيا، تقريبا 6000 خطوة أنا ماشية حسب تجربتي. يعني المشي بيه فوائد، مو بس واحد دا يتحرك ودا يحرق الأكل، لا، بس من الناحية النفسية راح تحسين مرتاحة أكثر. وما أعرف ليش شنو الخاصية اللي بيه اللي تخلي الواحد، شنو أقول لكم إياها، تخلي الواحد ما يجوع. تأثير المشي ما تقدرين تشوفيه من أول يوم. تأثير المشي طبعا أول يوم راح تكوني تعبانة أنت، بس تقريبا بعد فترة أسبوع أو هيك شيء راح تلاحظين الفروقات. فالشغلة هي لازم تجربيها حتى تعرفين. المشي بيفد خاصية انه اولا انتي تحركين جسمك، تتمرنين، تحرقين الاكل نوعا ما. بس الشيء الثاني بعدها بكم يوم راح تحسين انه انتي شهيتك صارت كلش قليلة. لذلك انا دائما انصحكم بالمشي. اضافة الى المشي الكل يقدرون يسووه، ما تحتاجين مكان، تقدرين تروحين بالبيت تمشين. بس شنو، بس لازم تستمرين. الاستمرارية. لو نريد نحكي عن رفع الأثقال تسبب إصابات. ممكن أحكي لكم عن تجربتي بالأثقال، بس يعني إصابات تسوي. فلازم تديرون بالكم على هاي النقطة. لكن المشي لي حد هسه لا أشوف بس أشياء إيجابية، مو أشياء سلبية. على العلم إنه أنا هسه عندي إصابة وشوية يعني أحس آلام بالعمود الفقري، بس المشي ده يساعدني إنه أولا أتحكم بالشهية. وهسه الدنيا دا تمطر. طبعا هسه رجعت للبيت حتى تشوفون اليوم ايش قد مشيت في دقيقة. 10,500 خطوة. هسه ارتاح ومنتج هذا الفيديو. اذا كملت مونتاج وتحميل ان شاء الله ينزل اليوم، بس ما اعتقد لين هسه تقريبا الساعة بس. يعني اذا اريد يتمنتج يحتاج له كم ساعة وبعدين ينزل، فعلى الاغلب باكر راح ينزل هذا الفيديو. يلا تصبحون على خير، باي باي.